السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب المتابعين في كل مكان. أهلا بكم في قناة من إلكترونيك 2. معانا النهاردة حنفية المية بتاعتها ضعيفة جدا. فاحنا دلوقتي هنفك بالظبط ونشوف المية، يعني هي ليه، في ايه اللي موجود فيها. تقريبا كده هيبقى فيه سدد في فلتر الحنفية. ممكن في ناس كتير ممكن متعرفش اللي فيه فلتر هنا، لا بس هنا فيه فلتر وبيتفك وبيتسلك. زي ما انتوا شايفين هتفكوها عادي، هي مش بتبقى مربوطة جامد. زي ما انتوا شايفين ده صدى مع الوقت، مع المواسير المية والحاجات دي بتنزل هنا، عشان كده بتأثر على ضغط المية وبتنزل المية ضعيفة. فاحنا هننضفها ونركبها تاني. يعني هي سهلة جدا، مش محتاجة أي أدوات. وهننضفها زي ما انتوا شايفين كده اهو. نزل منها حاجات كتيرة كانت مأثرة على ضغط المية والمية تنزل ضعيفة. زي ما انتوا شايفين نطفت، وبعد كده هنركبها. وزي ما انتوا شايفين المية نزلت كويس اهو، وكانت أحسن من الأول بكتير. المية الأول كانت ضعيفة ومبتنزلش كويس، بس هي متربطتش كويس. دلوقتي تبقى تمام. واتمنى انك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر اللايك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. يا ريت تدعمونا عشان القناة لسه مبتدئة جديد. يا ريت تقفوا جنبي. سلام.